السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا شباب راح أشرح عن عدة تأثيرات في برنامج الكيني ماستر، واللي طلبتها مني في بعض التعليقات يعني في المقطع الأخير. آه، كل ما عليكم إلا تتابعوا المقطع للآخر عشان يعني تشوفوا كل الخطوات اللي راح أسويها، ويا ريت أنكم تدعموني باللايك والاشتراك، وخلونا نبدأ بالشرح. هذه الصورة شباب راح أشرح عن الصورة طبعا عشان لا تواجهنا مشكلة في الحقوق وكذا. المهم نخش على التأثيرات ونختار أول تأثير اللي هو هذا التأثير اللي هو انقسام الطيف. بعد كذا يا شباب نجي نخلي التأثير على كامل الصورة ونروح على الإعدادات ونجي على ثاني اختيار ونخليه ل 65 أو كذا أو 66 عادي، ونجي على السرعة ونخليها ل 60، ونجي على هذا الاختيار ونخليه لواحد. ركزوا يا شباب معايا، ونجي على هذا الاختيار ونخليه لكذا. بعد كذا يا شباب نجي نكرر التأثير ونرجع نغير التأثير بهذا التأثير، يعني نغير التأثير من هذا اللي هو انقسام الطيف إلى هذا التأثير اللي هو اسمه المنزلق، ونجي ونسوي له تكرار مرة ثانية. طيب، ونرجع مرة ثانية يا شباب ونسوي له تكرار لين يصير عندنا 3 تكرارات. طيب، ونرجع نغير هذا التأثير بتأثير ثالث اللي هو هذا التأثير اللي هو شعاع مطامس أو كذا. المهم، ونروح على الإعدادات ونخلي الإعدادات ل 15. أما التأثير اللي كررناه ما نعدل عليه شيء، هو معدل خلاص. ونجي يا شباب الآن نعدل على تأثيرات الصورة، نروح على ضبط أو على ضبط، ونروح على التباين نخليها للآخر، ونروح على التشبع ونخليه للنهاية، ونجي على الحيوية ونخليها في 70 مثلا 70 كذا، ونجي على تسليط الضوء ونخليه 40 30 عادي، ما عندك مشكلة. المهم 40 عادي، 42 عادي. المهم ونجي على الضلال ونخليه 5 يا شباب أو 4 عادي. المهم، وبعدين إذا شفنا يحتاج تأثير ونجي يا شباب ونضيف الكرومة اللي هي تبع الفلاش الأبيض. هذه هي أنا مجهزها يعني طبعا من البداية. ونجي نروح على ال3 النقاط اللي بالأعلى ونسوي لا عفوا، نروح على هذا الاختيار ونسوي تكبير على كامل الصورة، ونروح نسوي حد في الخلف. بعد كذا نروح على المايك ونسكر الصوت. بعد كذا يا شباب نجي على مفتاح الصفا ونسوي تفعيل. بعد كذا يا شباب نجي على اختيار دمج ونسوي إلى هذا التأثير، إلى هذا الاختيار قصدي. وبعد كذا يا شباب نشوف التأثير كيف يعني صار معنا. هذا هو التأثير يا شباب اللي أنا أستخدمه حاليا في مقاطعي. أتمنى أني يعني أفدتكم في هذا شو اسمه الشرح، ويا ريت أنكم تدعموني بلايك واشتراك. وآسف على القطعة اللي صارت يعني، لكن إن شاء الله بإذن الله مستمر معكم. اكتبوا لي تحت إذا أنا لأن ما عندي أفكار، عشان كذا يا شباب ما أسوي شروحات، فمشغول شويتين يعني. المهم يا شباب كان هذا شرحي، أتمنى أنكم استفدتوا مرة ثانية بإذن الله، وكان معكم أخوكم وليد. السلام عليكم.